ناس كتير طبعا ما صدقت وهاصت في الهيصة. الفيلم بيتكلم عن الغربة بشكل عام. نشيل الهند والسعودية من المعادلة، يا ترى دي المية ولا دموع المظلومين؟ بقى يتكلم لغة أشبه بلغة المعيز. نتفليكس أنتجت فيلم اسمه ذا جود لايف. الفيلم بيتكلم عن واحد هندي بيسافر السعودية بحثا عن حياة أفضل من الحياة اللي هو عايشها، وعشان يقدر يعمل كده باع ممتلكاته ودفع فلوسها لمكتب السفريات عشان ياخد الفيزا ويقدر يسافر للسعودية. وكان متخيل انه هيعيش في اوضه فيها تكييف وهيوفر حياه افضل لاسرته، هيطلعوا بقى ويقبوا على وش الدنيا، خصوصا وهو منتظر طفله اللي جاي. لكن اول ما بيوصل السعوديه بيتخطف وبيضيع هناك في صحاري السعوديه. الفيلم مأخوذ عن قصه حقيقيه حصلت فعلا لواحد هندي، الراجل ده لسه عايش لحد دلوقتي. ناس كتير من اللي شافت الفيلم خدته في سكه ان هو بيصور السعوديه في شكل مش كويس، خصوصا ان هو بيصور السعوديين على ان هم ناس قساة ما عندهمش قلب، وان السعوديه عباره عن مجتمع صحراوي جاف وخشن ما فيهوش غير جمال ومعيز وبس، وان الكفيل انسان قاسي ما عندوش قلب وبيتعامل مع المغترب كانه عبد عنده، وبيعامله معامله اسوأ من معاملته للغنم اللي هو بيمتلكها. والحكايه دي لقيت لها ناس كتير تهيص في الهيصه. بس الفيلم له ابعاد اهم واعمق من كده بكتير. تعال نشيل الهند والسعوديه من المعادله ونتفرج على الفيلم. الفيلم بيتكلم عن الغربة بشكل عام، وانه احيانا الانسان ممكن يبقى عايش في الجنة حرفيا لكن مش شايف النعمة اللي حواليه، حتى مع وجود فكرة الكفيل القاسي اللي بياخد باسبورك اول ما بتوصل وبيتحكم في مصيرك ومستقبلك بعد كده. وان ممكن الانسان يبقى عايش في الجنة لكن مش شايف النعمة اللي حواليه، والفكرة الوحيدة اللي عنده انه لو سافر هيوفر حياة افضل، في حين ان السفر ممكن حرفيا يوديه جهنم. خليني اقول لك ليه انا شفت الفيلم كده. الفيلم بيقدم مقارنة ما بين حياة صحراوية قحلة وقاسية في السعودية اللي هي الغربة، وغالب عليها لون أصفر كئيب وفيها نقطة المية ممكن تكلفك حياتك، وما بين الهند اللي هي الوطن بألوانها الزاهية وأنهارها اللي كان ممكن البطل يعوم في ميتها بكل أريحية من غير أي قيود أو محاذير وفي أي وقت هو عايزه. وكانت اللحظات دي بتمثل لحظات سعادة غامرة بالنسبة لنجيب اللي هو بطل القصة واللي عمره ما لقى زيها في الغربة. المخرج كمان حرص ان هو ياخد كادرات واسعة للصحراء اللي كانت بالرغم من وسعها هي مجرد سجن كبير للبطل نفسه يهرب منه بس مش قادر. فاكرين فيلم أمير الانتقام بتاع أنور وجدي وحسين رياض اللي هو بتاع يا ترى دي المية ولا دموع المظلومين؟ نجيب وهو في المزرعة بيقابل راجل هندي شبه حسين رياض في الفيلم. في أمير الانتقام حسين رياض ادى أمل لأنور وجدي عشان يهرب من السجن، بس في ذا جود لايف الراجل ده بيقتل أي أمل لنجيب في إنه يهرب من الصحراء اللي هو فيها، وبيفهمه إن الهروب منها أشبه بالمستحيل، وإنه حياته هتنتهي في الصحراء دي غريب محدش يعرف عنه أي حاجة. بتشوف مأساة نجيب وهو بيحلب الغنم لأول مرة في حياته، وهو قاعد بيتكلم مع الغنمة وبيترجاها علشان يعرف يحلبها لأنه عمره ما عمل ده قبل كده. وبتلاقي الغنم بتسيبها تحلبه، وكأن نجيب صعب عليها لما اتكلم معاها، وكأن الغنم أحن عليه من البني آدمين. وده بيحصل كتير لأي واحد بيسافر بلد غريبة ويشتغل هناك أشغال عمره ما فكر يشتغلها قبل كده. حرص المخرج يوريك كل التغييرات اللي بتحصل لنجيب في خلال رحلته دي. معروف ان اللغة براكتس، وانك ممكن تنساها لو بطلت تستخدمها حتى لو كانت لغة بلدك الام، وفي المقابل بتتعلم لغة الناس اللي انت معاشرهم. وفي الفيلم هنا بنشوف ان نجيب من كتر معاشرته للغنم بدأ يتكلم لغة اشبه بلغة المعيز. ده مش بس كده، في مشهد العرس لما الكفيل بيدي النجيب حتة لحمة عشان ياكلها، نجيب ما بيرضاش ياكلها تضامنا مع المعيز اللي هو بقى واحد منهم واللي بقى عايش حياة تشبه حياتهم، ولان المعيز مش بياكلوا اللحمة فهو كمان مش بياكلها. كمان بنلاقي الكفيل طول الوقت بينادي على نجيب ويقول له يا ولد، وكأن ملوش اسم، او كأن اسمك نفسه ممكن تنساه وانت في الغربة. ده مش بس كده، احنا بنشوف تغييرات بتحصل لجسم نجيب اللي المفروض ان هو جاي من الهند كان شاب قوي البنيان، واللي بيتحول في خلال رحلته دي لواحد شبه الفقير الهندي مجرد جلد على عظم.
بالمناسبة البطل عمل رجيم قاسي ونزل وزنه ل 35 كيلو عشان يظهر بالشكل اللي احنا شفناه عليه في الفيلم. في مشهد في الفيلم عبقري، لما البطل بيلاقي مراية وبيبص فيها وبيتخض من شكله اللي بيلاقيه في المراية، بيلاقي دقنه طولت ووشه اتعفر بتراب الصحراء وكأنه بقى واحد تاني غير اللي هو يعرفه. وكأنه بيقول ان الغربة بتاكل روحك وبتغير ملامحك وبتخليك بني ادم تاني غير اللي انت كنت تعرفه لما كنت في بلدك زمان. طول الوقت ونجيب بيحاول يسترجع ذكرياته، وكأن ذكرياته دي هي الغذاء اللي هو عايش عليه وسط غربة الصحراء اللي هو عايش فيها. في ذكرياته دي بيشوف قد ايه الميه اللي كان بيستمتع بيها في بلده من غير اي حساب ولا اي محاذير، وانه قد ايه وهو في الصحراء دي مش قادر ياخد نقطه ميه واحده يبل بيها ريقه او يغسل بيها وشه، وان نقطه ميه واحده ممكن يدفع ثمنها حياته نفسها. في رايي انك لو اتفرجت على الفيلم بحياديه وشلت فكره السعوديه وفكره الكفيل، هتشوف قد ايه ان الغربه ممكن تغير في البني ادم وممكن تخليه بني ادم تاني خالص. واعتقد ان هي دي الرساله اللي الفيلم عايز يوصلها. خليني اقول لك ان مخرج الفيلم قعد 4 سنين يصور في الفيلم ده. الفيلم عامل كادرات عظمه، هتتفرج على مشاهد اسطوريه ما شفتهاش قبل كده. رأيي إن الفيلم قصة إنسانية شديدة العذوبة وهتلمسك في الآخر. هتشوف فيه كادرات ما شفتهاش في أفلام قبل كده، أو خليني أقول لك بأن كتير ما شفناش زيها. الموسيقى التصويرية جبارة، هتسمع موسيقى ملحمية هتحسسك إنك عايش أحداث الفيلم فعلا. كان في تطويل في النص التاني في الفيلم، بالذات في المشاهد بتاعت هروب نجيب من الصحراء. المشاهد دي كان ممكن اختصارها بشكل كبير جدا. في المشاهد دي أنا كنت ممكن أسيب الفيلم شغال وأخرج وأرجع تاني ألاقي ما فاتنيش حاجة خالص. تقييم الفيلم على IMDb 8/10. الفيلم موجود على نتفليكس وهو فيلم حقيقي يستاهل الفرجة. اتفرج ومش هتندم.